ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقى النهاردة تالت يوم في وصفاتنا الاقتصادية اللي احنا قررنا هنعملها مع بعض باقي الاسبوع لاخر الشهر. عايزة اقول لكم ان انا كان باقي عندي بقى قرنبيط، فلميت كده عليه حبة حاجات من التلاجة. قرنين فلفل، على حتة فلفل احمر، على حتة فلفل اصفر، كام طماطمايه، بصلايه، فص توم. وهنعمل بقى ايه كده صينية النهاردة، او يعني صينية الغدا بتاعتنا النهاردة هتكون متشكلة من بواقي التلاجة. كمان كان عندي حبة صلصة، سلقت حبة مكرونة حطيتهم عليها. المهم ايه ان يعني الوصفات النهاردة بواقي التلاجة على حبة حاجات كده. اول حاجة كده هحط معلقتين سمنة كبار او معلقتين زبدة او اي مادة دهنية انت بتحبيها للبيض او للشكشوكة بتاعتك، يا سمنة يا زبدة يا زيت. هنزل عليهم بقى بالبصلاية كده، هقلبها تقلبتين مع بعض، وهنزل عليها بعد كده بالثوم والفلفل. المهم انا مش عايزة اي حاجة تاخد لون. عامة يا جماعة الوصفة ديت تحفة جدا جدا جدا، وكمان يعني سهلة وبسيطة، ومن الحاجات اللي بتنجز معانا كده، وبرضو من الحاجات الموفرة. المهم بقولوا لي ايه رأيكم في فكرة ايه الاسبوع الاقتصادي دوت. والاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى اسبوع اول الشهر، هتبقى اكلات كده ايه يعني صارفين فيها ومكلفين شوية. بعد كده يبقى اسبوع حلويات. المهم ايه همشي معاكم ايه اسبوع 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 كده، ومش هغيب ان شاء الله عنكم تاني. هنزل كده بقى بالفلفل بتاعي والثوم زي ما قلت لكم، انا مش عايزه اي حاجه تاخد لون. انا يا دوب بس اقلب اشم الروايح بتاعه الميكس بتاعه الحاجات كلها مع بعض كده، وانزل ايه يعني بالطماطم بقى بتاعتي. وفي الوقت دوت هسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها لحد ما تتسبك كده، ونشم ريحه التسبيكه اللي تجيب من اخر الدنيا. شايفين جمال الالوان؟ يا لهوي بقى ولو كنتوا شميتوا الريحه ودقتوها، فظيعه فظيعه فظيعه. المهم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يعني عايزين كده يا جماعة نرجع نزيد تاني، والدنيا يعني تتشاف والفيديوهات تتشاف. ويونس كمان عايز يقول لكم اعملوا لايك لماما. اعملوا لايك لماما. شاطر يا حبيبي. هنا كده بعد بقى ايه ما يعني خدنا الميكس بتاع الخضار كده وريحة السمنة ومش عارفة ايه والحبشتكنات بتاعتنا دي كلها، نزلت بالطماطم اديها تقلبتين واسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي كده مع بعضيها. شايفين؟ قولوا شايفين. شمين؟ قولوا شمين. بجد يا جماعة تحفة. عايزة اقول لكم ان طريقة الشكشوكة التركي نفس اللي انا بعمله بالظبط دوت، بس هما بيبقوا عاملين البيض مسلوق، احنا بنحط البيض ني. عامة برضو هبقى اعملها مرة كمان معاكم. عندي كام وصفة كده يعني دعبست عليهم وجبتهم من على النت، هي وصفات تركي ان شاء الله هعملها معاكم، واقتصادية جدا 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 بقى. شايفين كده بعد بقى ما الطماطم بتاعتنا اتسبكت نهرسها كده عشان تنزل كل المية اللي فيها، لحد ما نشوف احنا هنعمل ايه كمان. طبعا بقى هحط لها التوابل بتاعتها يعني مش هنحط توابل كتير، هو يا دوب رشة فلفل اسود، رشة كزبرة، وملح يعني، وكمون بس. اقلبهم بقى كده مع بعض برضو. وفي الوقت دوت هكون مجهزة البيض بتاعي. البيض اللي انت هتحطيه يعني حسب الكمية اللي انت هتعمليها، وحسب يعني الخضار اللي انت مقطعاه، يعني حسب عدد الافراد اللي هتاكل وحسب الخضار اللي انت مقطعاه. انا تقريبا كنت عاملة حوالي 6 بيضات او 5 بيضات، 5 اهم. هنزل بقى بيهم كده يا دوب بس هفتحهم بالمعلقة اللي معايا، وهرش عليها فلفل اسود، وهوطي عليها النار تستوي. بصوا هعملها بقى ازاي معاكم. افتحها كده بس بالمعلقة الصفار بتاعها، وهنزل على الوش بتاعه برشة فلفل اسود، واغطيه بقى على نار هادية لحد ما يستوي معايا خالص. بجد كانت تحفة يا جماعة، يعني كانت فظيعة. هبدأ بقى ايه يعني حبة شطة كده واظبط بيهم الدنيا بقى. هنا حطيت زيت ونزلت عليه فلفل رومي وفلفل حامي، هو ما كانش حامي قوي صراحة، وفصين توم كده، وهقلبهم مع بعض عشان خاطر بقى ايه يعني جوزي بيحب الشطة او الحاجة سبايسي شوية، فهحط عليها معلقة شطة كمان.
بعد بقى ما احمر الشطه كده بالفلفل واشم بقى ريحه الشطه اللي خلتنا نعطس ونكح حلوه نعطس دي صح. ونكح وايه يعني خربنا الدنيا. هروح بقى طشها بالخل. تخيلوا بقى الميكس ده كله كده لما يتطش بالخل يا لهوي. لا والنبي ده انا عملته بالطماطم بس اصبروا هحط خل برضو. اصلا انتوا شايفين الدخانه دي نفسها يعني جيوب الانفيه عليه العوض ومنه العوض فيها. معانا هنا استاذ بيردد الكلام اللي احنا بنقوله. رشة كمون محترمة كده وملح وفلفل اسود ورشة كزبرة ونسيبها برضو تتسبك مع بعضها. في الوقت ده بقى كان باقي القرنبيط اللي عندي اللي انا كنت عاملاه معاكم امبارح، هرسته كده وحطيت عليه بيضايه كمان وعملت منه اقراص. وكان عندي بقى مكرونه يعني مش كان عندي مكرونه، كان عندي حبه صلصه. رحت طلعتهم سخنتهم وسلقت حبه مكرونه وعملت كده طبقين مكرونه جنب الاكل. يونس بيحب الفلفل. ماشي يونس بيحب الفلفل يا جماعه. وطبعا ايه عملت الصينيه اللي انتوا شايفينها ديت، طبق الشطه وطبقين المكرونه والبيض وباقي القرنبيط اللي كان عندنا. وجبت بقى خس كده وظبطنا الدنيا وادي الصينيه زي ما انتوا شايفين وبالهنا.